وسنعرض لكم الآن هذه المواقف التي تم تصويرها. 9. وفاة رجل أمام الكعبة. في مشهد محزن ومفرح في الوقت ذاته، توفى هذا الرجل أمام الكعبة المشرفة وهو يؤدي فريضة الحج، فحاول بعض الحجاج مساعدته، وقام رجال الأمن بحمله ومحاولة إسعافه، ولكن يبدو أن الله تعالى اختار له الوفاة في أفضل مكان في الكون وعلى حسن خاتمة، فمن مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا. حي على الفلاح. 8. رجل يحمل أمه على ظهره حول الكعبة. قام هذا الرجل بحمل أمه العجوز على أكتافه ليطوف بها ويساعدها على تأدية فريضة الحج، مما أثار انتباه الناس من حوله وجعلهم يثنون عليه ويحترمون تصرفه الرائع، والذي يمكن اعتباره أعلى درجات البر ورضاء الوالدين. ولم يكن هو وحده من قام بذلك الفعل المؤثر، فمن الواضح أن والدة هذا الرجل أيضا لم تكن تقوى على الطواف، فقام بوضعها على ظهره والطواف بها حول الكعبة في مشهد مؤثر ورائع. فبعد أن حملته في بطنها 9 أشهر في أيام صباها، انقلبت الأدوار الآن، وقام هو بحملها ليطوف بها حول الكعبة. الله يرضى عليك يا ابني، معلش. الله أكبر، الله أكبر. معلش يا ابني، ما شاء الله. خليك يا حاج. الله أكبر. أنا مش أنا خايفة، معلش. خليك خليك. أنت صايم يا أخويا، حرام. ما فيش دعوة. أهي جنة جنة إن شاء الله يا رب. ما شاء الله. خليك يا حاج. تقبل الله. 7. فلوس. في أحد المقاطع التي تثير الضحك، قام هذا الحج الإفريقي بإضحاك الحجاج من حوله عندما بدأ يدعو الله تعالى أن يرزقه أموالا وفلوس، ويكرر طلبه من الله عز وجل وهو أمام الكعبة مباشرة، مما جعل أحد الحجاج ينصحه بالدعاء بأشياء أهم من المال. فاسمعوا رد الحاج الرائع على نصيحته. الله فلوس، الله فلوس، فلوس 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 فلوس، الله فلوس، الله جنة، اللهم إني أسألك في الجنة. لا قام جنة من عذاب جهنم، اللهم أعوذ بك من عذاب النار، اللهم أعوذ بك من عذاب القبر. أي لا قام. أسألك الجنة. جنة فلوس إن شاء الله. الله كمان بعد فلوس. ما في فلوس. لا والله حرام، الصرع حرام. 6. تلفت الأنظار بصراخها بالدعاء لابنها، مما لا شك فيه أن زيارة الكعبة المشرفة وأداء فريضة الحج هي الحلم الأكبر لملايين المسلمين حول العالم، وهذا ما جعل هذه المرأة تقوم بمشهد غير اعتيادي أمام الكعبة لفت أنظار الناس جميعهم. فبعد رؤيتها للكعبة المشرفة بدأت تبكي وتتردد على ابنها والذي حقق حلمها وتكفل بحجها، فبدأت تدعو له بعلو صوتها من أمام أقدس بقاع الأرض. عشان أقول لك أهو، كبر خاطري ده، كبر خاطره ده أهو، وأسعدني اسعده يا رب، يا رب، وريحني، ريح قلبه يا رب. أنا راضية عن ابني يا رب، أنا راضية عن ابني، ارضى عنه يا رب، دخله الجنة يا رب، يا رب، يا رب، يا ابني قلبي ورب راضيين عليك يا عبد الله، يا رب تخش الجنة مع النبي يا عبد الله، يا رب تخش الجنة مع النبي، يا رب تخش الجنة مع النبي، يا رب يا ابني تبقى مع النبي في الجنة، يا رب ريحني، يا رب ساعدني سعيده، يا رب كبر خاطري، كبر خاطره يا رب، يا رب راضي يا رب، وانت سؤله يا رب، يا رب. 5. طائر يقف على القرآن بشكل غريب. جميعنا يعلم أن الحيوانات هي عباد الله ويقومون بالتسبيح وعبادته كما يفعل الناس، ومن عنده أي شك بذلك الأمر فسيرى ما فعله هذا الطائر الذي حط على مصحف لأحد النساء الحاجات وهي تقرأ القرآن أمام الكعبة ليقف بكل أمان وطمأنينة ويسمع ترتيل القرآن دون أن يتحرك. لا إله إلا الله، أشهد أن لا
ولكن ذلك يعد شيئا بسيطا أمام طواف هذا السرب من الحمام حول الكعبة المشرفة، وكأنهم يؤدون فريضة الحج بأنفسهم، فسبحان من علمهم. رابعا، ردة فعل هستيرية للحجاج عند رؤية الكعبة وأمام أجمل المقاطع التي قد تراها في هذا اليوم، فهي فرحة الحجاج وردة فعلهم الهستيرية عند رؤية الكعبة المشرفة للمرة الأولى. فشاهد ما فعله هؤلاء الحجاج عندما وقعت أعينهم على أقدس بقاع الأرض بعد شوق طويل. على ربهم يتوكلون. ولعل الأجمل من ردة فعل المسلمين هي ردة فعل من كان ملحدا واعتنق الإسلام